طيب حبايبي الحلوين طلاب ثالثه ثانوي، يلا نحل مع بعض الاسئله الصعبه في واجب الحصه الرابعه. استاذنك تفتح كتاب الواجب بيج 60 وهبدا معاك بكويشن رقم 4. بيقول لي the diagram show a wire carrying a current between two poles then the magnetic او of magnet then the direction of the force. طبعا هو ولا راسم لي اتجاه البي ولا مبين لي فين البي. المفروض البي يا ولاد هي اتجاه الاكسترنال ماجنت، والمفروض طالما انا عندي ماجنت وانا بره الماجنت، انت عارف ان اتجاه الماجنتيك فلكس لاينز بنسميه ناس، يعني بيكون من النورث للساوث. من النورث للساوث كده. بص انا برسمه ازاي بالله عليك يا اخي، بص. يعني لما جيت رسمته ما رسمتوش كده، لا رسمته كده عدلته. وهجيب ايدي اليمين ايدي الشمال فليمنج ليفت هاند رول اف بي اي. البي ماشيه كده والاي لتحت، يبقى المفروض الاف ازاي؟ اوت اوف ذا بيبر. يبقى الاف اوت اوف ذا بيبر. ماشي. طيب خش لي في الصفحه اللي بعدها. كويشن رقم 5 بيقول لي ايه؟ A conducting rod يعني لوح بيشيل كهرباء of 1 meter length. يبقى انا عندي اللينس، بلاش اللون ده عشان لون الكتاب. يبقى انا عندي اللينس بتاعه طوله 1 متر and 1 كيلوجرام ماس. الماس بتاعه 1 كيلوجرام is suspended. هنا هقف بقى. suspended يعني متشعلق في الهواء، وطالما suspended يبقى حضرتك فاكر ان السلك بتاع اللي متشعلق في الهواء ده هيكون الماجنتيك فورس بتزقه لفوق وهتكون قد الويت اللي بيزقه لتحت. لازم الماجنتيك فورس تكون قد الويت، يعني لازم لب تكون قد الويت اللي هو ماس في جرافيتي. حلو قوي. suspended by two vertical wire at its end متشعلق من ناحيتين. لو الاكسترنال ماجنتيك فيلد ب 2 تسلا، ده بي اكسترنال يا ولاد، ب 2 تسلا is applied normal to the rod. ماشي. Now the current passed through the rod to make the tension in the wires equal zero. انت عارف يعني ايه the tensions in the wires equal zero؟ يعني هو متعلق بسلكين فهو محمل على السلكين، احنا بقى عايزينه ما يحملش على السلكين، يكون suspended. فلازم الماجنتيك فورس تكون قد ايه؟ قد الويت، يعني ال في اي في بي تساوي ماس في جرافيتي. طبعا اللينس هو قال لي 1 متر، الاي عايزينها، البي اكسترنال 2 تسلا بتساوي الماس كيلو والجرافيتي 10. هودي التو بالديفايدد تلاقي ان الكرنت المفروض يكون ب 5 امبير. طبعا سؤال السسبندد واير سؤال مهم جدا والمفروض تكون متابعه. هحل السؤال اللي بعده كمان. بيقول لي two parallel straight conductors carrying a current the force between them is if the current in both wire is doubled and the distance between them decreased to half then the force. فاحنا بنتكلم عن two parallel straight wires في بينهم وبين بعض attraction force او repulsion force، وانا قلت لك في الشرح ان لو في two wires وفورس يبقى انا هستعمل القانون بتاع الميوتشوال اندكشن اللي بيقول ان الفورس بتساوي ميو I1 في I2 في L على 2 باي دي. هو بقى قال لي ايه؟ خلي بالك ده سؤال وات هابن، افتكر اسئله الوات هابن اللي كنا بنحلها مع بعض. قال لي ان الكرنت انتنستي ان بوز وايرز از دبلد. ماشي. والديستانس بتوين ذم اللي هي دي ديكريس تو هاف. هعمل ايه؟ هعوض بالتغير يا اولاد. يعني هو قال لي I1 دبلد يبقى هكتب I1 ب2، قال لي I2 دبلد يبقى هكتب I2 ب2، قال لي الديستانس ديكريس تو هاف يبقى هكتب الديستانس بهاف. وخد بالك ضروري ان حضرتك الحاجه اللي ما بتتغيرش تكتبها ب1. بالله عليك ركز معايا. يعني هل الميو اتغيرت؟ لا، يبقى ب1. I1 و I2 ده ب2 ده ب2، ده زاد الدبل وده زاد الدبل. هل اللينس اتغير؟ لا، يبقى ب1. هل 2 باي دي اتغيرت؟ لا، دي اصلا كونستانت نمبر تبقى ب1. اوعى تكتبها 2 باي في السؤال الوات هابن. الكونستانت نمبر بنكتبه ب1. احنا بنعوض بالحاجات اللي بتتغير والكونستانت نمبر ما اتغيرش. الدي تكريس تو هاف يبقى هكتب الدي بهاف. هتكتبها كده زي ما هي على الاله الحاسبه تطلع ب 8. طالما الفورس طلعت ب 8 يبقى ايه اللي هيحصل للفورس؟ هتزيد 8 اضعاف. طب هي لو كان اسمها اف لما تزيد 8 اضعاف تبقى اسمها ايه يا ولاد؟ 8 اف. ماشي. كلام جميل.
طبعا 7 و8 نفس الفكره. 9 و10 و11 انا حاسسهم سهلين، و12 سهل. انا عايزك تختار لي. ممكن بس اقول لك ملحوظه على 12 عشان تعرف تحله. هو انت السؤال ده اكمل، يعني تقول لي ايه مثلا؟ تو بارل ستريت وايرز كارينج ا كارنت ان سيم دايركشن زين ذا انتر بوينت لايز، اختار ها بتوين زين، فاكتب ايه ولا اوت سايد، لان انت عندك ثلاث 1 2 3 4 اربع اماكن تملى فيهم الحروف. ماشي، انا هحل رقم 13. كويشن رقم 13 بيقول لي along solenoid، ماشي، فيها لفات، ماشي. then its turn of wires exert an attractive force to the next adjacent turn، ولا a repulsion force to the adjacent turn، ولا zero force، ولا يا attractive يا repulsion. يعني ايه؟ ولاد هي مش السولينويد دايره جنبيها دايره جنبيها دايره؟ طيب مش ماشي هنا كرنت يا ولاد، وماشي هنا كرنت، وماشي هنا كرنت؟ ما هو الكرنت بيلف ويطلع وينزل ويلف ويطلع، بيبقى عامل كده. استنى ارسمها لك بعدين اغيرها اهي. صح؟ فدلوقتي مش المفروض ان اللفه دي كده، اللفه دي فيها كرنت وموجوده في ماجنتيك فيلد فالمفروض يبقى في فورس طيب يعني المفروض ان في هنا فورس وفي هنا فورس، هما بيقربوا لبعض ولا بيبعدوا عن بعض؟ تخيل انها نفس السؤال بتاع الستريت واير اللي هو السلكين اللي جنب بعض، مش لو كان الكرنت في نفس الدايركشن هيقربوا من بعض؟ طب ما هو هنا الكرنت في نفس الدايركشن هنا، فيبقى لفات السولينويد بتقرب من بعض. وخلي بالك هو دايما الكرنت هيبقى نفس الدايركشن، لو انت فاكر في السولينويد كان كل اللي بره زي بعض، فبالتالي يبقى اللفات بتاعت السولينويد دايما هيكون في بينهم وبين بعض اتراكشن فورس، ويبقى الاجابه اتراكشن فورس. بص لي على كويشن رقم 14. بيقول لي two parallel long straight wire each of them carries a current I. المسافة ما بينهم increased to double، بس الفورس فضلت زي ما هي to maintain the magnitude of the force constant أو as its original value. يبقى الكرنت intensity في كل واير بكام؟ معلش ركز في السؤال ده قوي. هو المفروض الفورس بتساوي ميو I1 في I2 في L على 2 باي دي. هو قال لي في السؤال إن الاتنين وايرز each of them carries equal current، يعني الاتنين نفس الكرنت، يعني I1 قد I2، ممكن اكتبهم I وخلاص. فيبقى الفورس بتساوي ميو I في I في L على 2 باي دي. وقال لي ان الديستانس between the two wire increased to double، ماشي، المسافة ما بينهم زادت للدبل، الدي زادت للدبل. المفروض الكرنت يبقى بكام في كل واحد فيهم عشان تفضل الفورس زي ما هي؟ زي ما هي يعني ب1. طب ركز معايا، بص انا هقول لك ايه، ادي الميو زي ما هي، الكرنت ايكوال اي في اي سكوير، ادي ال ادي 2 باي دي. يلا عايز اعوض بالتغير. هو قال لي ان الفورس زي ما هي تبقى الفورس ب1 بتساوي الميو زي ما هي ب1، الاي سكوير هو بيسأل عليها سيبها لوحدها، ال ب1 كل دول ما اتغيروش، 2 باي دي 1 في 1، هو قال لي دي بقى هتزيد للدبل تبقى 2. هودي ال2 الناحيه الثانيه ويبقى الاي سكوير هوديها الناحيه الثانيه بالتايمز بتساوي 2، يبقى الاي بس هتساوي ايه؟ روت ال2، ويبقى الاي لازم تتعامل تايمز روت 2، فيبقى الاي المفروض يكون اسمها روت ال2 اي، اهي روت ال2 اي. ماشي، بص لي على كويشن رقم 15. كويشن رقم 15 هو انا بشوف مدرسين انا بحسهم اغبياء الصراحه، بيحلوا السؤال ده في ساعه وهو يتحل في مينيتس بصراحه. بيقول لي وخلي بالك انت في الامتحان ما عندكش وقت للعته. In the figure you have 3 wires X Y Z. مين فيهم احتمال ما يكونش affected by a magnetic force؟ طيب مين فيهم احتمال ما يكونش affected by a magnetic force؟ ركز. هو عشان يكون في واير يتأثر بمagnetic force لازم حاجتين او 3 حاجات بقى. لازم يبقى موجود في بي اكسترنال، ولازم يكون الواير carrying a current، ولازم يكون البي perpendicular على الاي.
قال لي ايوه صح، كلام مظبوط. طيب هما الثلاثه موجودين في اكسترنال ماجنتيك فيلد. ماشي، حلو. الثلاثه فيهم كرنت، واكيد الفيلد بيربنديكولار على الاي، لان الفيلد يا طالع لبره يا داخل لجوه، ما علينا. فعلشان يكون الفورس بزيرو، الاحتمال الوحيد ان الماجنتيك فيلد نفسه يبقى بزيرو. يعني يكون الواير محطوط في نيوترال بوينت. علشان يكون الفورس بزيرو لازم يكون الواير نفسه محطوط في نيوترال بوينت. طيب مين اكتر واير احتمال يكون محطوط في نيوترال بوينت؟ انا عندي اكس وواي وزد الكرنت فيهم طالع لفوق، ماشي. فهم نفس الدايركشن، فلو مسكت الاكس والواي وشفت الزد، هو مش الاكس والواي دول نفس الدايركشن؟ يبقى هنا بي توتال بالبلس، هنا بالماينس، هنا بالبلس. يعني مستحيل يكون الزد في نيوترال بوينت، لان الماجنتيك فيلد اللي بيأثر على الزد عباره عن بي اكس بلس بي واي، فيبقى ده احتمال بعيد. طيب لو شفنا هل ممكن الاكس هو اللي يبقى في النيوترال بوينت، فهاخد الماجنتيك فيلد بتاع الواي والزد دول في نفس الدايركشن، يبقى هنا بلس، هنا ماينس، هنا بلس. مستحيل الاكس يبقى في نيوترال بوينت. ليه؟ علشان هو الاريا اللي موجود فيها، علشان اجيب بي توتال هعمل بي واي بلس بي زد، فمستحيل يبقى نيوترال بوينت، دي بالبلس. طب هل ممكن الواي يبقى في نيوترال بوينت؟ يبقى انا هتكلم على الواي، يبقى هاخد الاكس على ان ده الواير، والزد برضو ده الواير. طبعا دول في نفس الدايركشن، قال لي صح. فعشان اجيب الناتج هنا بلس، هنا ماينس، هنا بلس. الله، يبقى كده في احتمال ان الواي يكون في الاريا اللي نيوترال بوينت لانها ماينس. فلازم هنا لو دي نيوترال يبقى بي اكس قد بي زد. طب نشوف هل بي اكس قد بي زد. انا عايز اجيب التأثير بتاع الاكس على الواي. دي بتساوي 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي اكس على دي اكس، اللي هي 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي اكس بكام؟ اي، والمسافه بين الاكس والبوينت دي، فيبقى 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي. لو التأثير بتاع زد طلع هنا نفس الناتج 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي، ساعتها يبقى الاثنين هيكنسلوا بعض، فيبقى التأثير بتاع الزد 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي زد على دي زد، اللي هي 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي زد بكام؟ 2 اي، والمسافه من هنا لهنا 2 دي، الله مقطوعه تروح مع ال 2، يبقى 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي. ايه ده؟ طب ما دي هي دي، يعني مكان الواي التأثير بتاع الاكس والزد ايكوال واوبوزيت ان دايركشن، يبقى مكان الواي هتكون نيوترال بوينت، فبالتالي الواير اللي اسمه واي مش هيتأثر بفورس لانه محطوط في نيوترال بوينت. طيب بص لي على كويتشن رقم 17. كويتشن رقم 17 بيقول لي in the opposite figure، في الرسمة اللي قصادك، شكرا. 3 wires of the same length، التلاتة نفس اللينس، التلاتة في نفس المagnetic فيلد، وواضح ان التلاتة ماسكين نفس الكرنت. هل التلاتة نفس الفورس؟ الإجابة آه. ليه بقى؟ ما هي الفورس بتساوي إيه؟ فكر كده. الفورس بتساوي لب ساين سيتا، صح. التلاتة نفس اللينس، هو اللي قال. التلاتة نفس الكرنت اي، والتلاتة نفس الماجنتيك فيلد. ماشي. طب هل التلاتة نفس الانجل؟ لان التلاتة بيربنديكولار على الماجنتيك فيلد. ازاي يا مستر؟ هو ايه اللي ازاي يا مستر؟ الماجنتيك فيلد يا ولاد داخل لجوه، صح؟ بص كده. الماجنتيك فيلد داخل لجوه، بص كده. يعني الماجنتيك فيلد داخل لجوه كده، الكرنت هنا اهو. مش ده كده بيربنديكولار؟ الماجنتيك فيلد داخل لجوه، الكرنت هنا اهو بيربنديكولار، داخل لجوه بيربنديكولار. واحد اهتم يقول لي ده مايل، ده مايل على خيالك يا ابني، مايل على خيالك. هو لازم يبقى كده او كده؟ هو بيربنديكولار على الفيلد. على فكره الواير ده لو لف في اي اتجاه يفضل بيربنديكولار على الفيلد، لان الاريا اللي هو بيلف فيها اصلا، اللوحه اللي هو بيلف فيها، يعني انا لو حطيت هنا لوحه اعتبرت، معلش
اعتبرت ان الواير بيلف على اللوحه دي اهي، فاللوحه دي اصلا اللي الواير بيلف عليها ايا كان وضعه كده 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 كده، اللوحه كلها اصلا بيربنديكولار على الفيلد لان الفيلد داخل لجوه. فايا كان وضع الواير كده 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 كده، هو كده كده هيفضل بيربنديكولار على الفيلد. فيبقى هم كلهم بيربنديكولار على الفيلد، فنفس الانجل نفس اللينس نفس الاي نفس البي، يبقى كلهم affected by the same force. طيب هات لي السؤال رقم 22. كويشن رقم 22 بيقول لي ايه؟ بيقول لي in the opposite figure if the second wire الواير الثاني اللي مكتوب عليه I2 is moving to the east. طبعا لو انا رسمت بوصله فاتجاهات البوصله كان اسمها نيس، فهو بيقول لك الواير ده بيتحرك ناحيه الايست، يعني بيتحرك كده. ايش؟ Which of the following graph represent the relation between الفورس والتايم؟ معلش صلح دي خليها تايم. يعني ايه؟ يعني هو الواير ده بيتحرك كده، فهو بيتحرك الوقت بيعدي، كل ما الوقت يعدي يعني بالبلدي كل ما يبعد، ايه اللي يحصل للميوتشوال فورس؟ طبعا الميوتشوال فورس بتساوي ميو I1 في I2 في L على 2 باي دي. هو كل ما الواير يبعد يعني الدي بتزيد، هي لو الدي زادت ايه اللي يحصل للفورس؟ تقل لانهم انفرس. فيبقى الاجابه دي لان الفورس انفرس مع الدي. كل ما يبعد كل ما يبعد كل ما الوقت يعدي كل ما الدي بتزيد كل ما الفورس بتقل، فاختار الرسمه بتاعت انفرس. ماشي. بص لي على كويشن رقم 27. يلا عايز اقول فيه ملاحظه صغيره خالص قد النونه. كويشن رقم 27 عايزك تاخد بالك من ايه؟ The diagram show a conductor carrying a current in a magnetic field. Which arrow shows the direction of force؟ طيب انا هعمل ايه؟ عشان بس انا هتلخبط. انا هبص على الرسم، المفروض اتجاه الخطوط بره الماجنت ناس من النورث للساوث. معلش بص لي، هو انا لو باصص كده كده من النورث للساوث يعني بالمنظر ده، هو مش ده النورث اهو وده الساوث اهو بالمنظر ده. طيب الكرنت ماشي ازاي؟ هي في هنا بطاريه، هو الكرنت بيطلع من هنا يمشي كده يعني داخل لجوه، صح؟ ادي الكرنت اهو داخل لجوه. يبقى شوف انا ازاي حولت الرسمه دي كده، بدل ما هي 3 دي خليتها 2 دي. بره الماجنت ناس، كرنت طالع من البوزيتيف داخل لجوه، واجيب ايدي الشمال فليمنج ليفت هاند رول اهي. ليفت هاند رول اهي، ايدي الشمال فليمنج ليفت هاند رول اف بي اي. يلا البي ماشيه كده، واعمل تمارين الصباح، وبعدين اظبط ايدي علشان الاي يبقى لجوه اهو. حد شايف كده الاف ازاي؟ لفوق يعني في اتجاه الاي، ويبقى الاجابه ان الاف في اتجاه الاي. طيب السؤال رقم 29. A wire is placed between the poles of a horseshoe magnet as shown. There is a current in the wire in the direction shown. في current في الدايركشن and cause a force. For other arrangement of the wire and the magnet are set up as shown. Which arrangement will show or will cause the force to move in the same direction؟ طيب أنا ممكن أحل السؤال ده من غير فليمنج ليفت هاند رول أصلا. هو بيقول لي إيه؟ والله يا عم الحاج أنا عندي ماجنتيك فيلد أهو والخطوط ماشية كده. بره الماجنت ناس أهي. والكرنت داخل لجوه. فلو جيت عملت اف بي اي هتبقى البي كده، والاي لجوه يبقى الفورس لتحت. فبيقول لك مين في دول الفورس فيهم لتحت؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ فانا هحلها الاول عادي، يعني همسك واحده واحده.
ادي بره الماجنت ناس الخطوط كده، والمفروض ان الكرنت داخل لجوه يعني كده اهو اف بي اي، ادي اف بي اي، ادي البي اهي، والاي لجوه يبقى الفورس لفوق، يبقى ده لفوق. والله انا عايز الفورس تبقى لتحت زي دي، ماشي. هنا بره الماجنت ناس يعني الماجنتيك فيلد دينستي كده، والكرنت طالع لبره نقطه، ادي البي ادي الاي لفوق، لا انا عايزها لتحت. طب هنا بره الماجنت ناس يعني كده اهو، دي البي والكرنت طالع لبره اهو، اف بي اي، ادي البي والاي لبره كده اهو، كده الفورس لتحت، يبقى دي اللي صح. انا عندي طريقه تانية انا كنت قلتها لك وانا بشرح. هو المفروض هنا النورث وهنا الساوث صح، والكرنت داخل لجوه. لو انا عكست الاثنين، يعني عكست اتجاه الماجنتيك فيلد واتجاه الكرنت، يديني نفس اتجاه الفورس. فانا هعكس النورث والساوث يبقوا كده ساوث ونورث، الكرنت داخل لجوه يبقى طالع لبره، يبقى دي زي دي. يبقى خليك عارف انك لو عكست اتجاه الاثنين، اتجاه الكرنت واتجاه الماجنتيك فيلد، يديك نفس اتجاه الفورس. طيب كويشن رقم 30 سؤال 30 بيقول لي in the figure shown عندي واير محطوط في external magnetic field، والواير مش عارف حواليه carrying a current. قول لي السلك هيتحرك ازاي؟ بالله عليك باينه قوي. انت عارف دي الحته بتاعت ايه؟ بتاعت السلك بيجي على الضعيف. هو الكرنت او الكرنت كارينج كوندكتور هنا هو طالع لبره. لو بصيت بص بي توتال هنا عامله ازاي وبي توتال هنا عامله ازاي، يبقى السلك هيتحرك كده ناحيه الضعيف. الاتجاه ده ايه ده؟ تو ذا ليفت. هي معتمده على انك تكون فاهم اصلا السلك بيتحرك ليه. طيب بص لي على كويشن رقم 32. كويشن رقم 30 دي بيقول لي in the figure shown there are three straight wires that are parallel. If the magnetic force that is affected by the two wires Y and Z in the direction of west is Fy2F و FZF. يعني هو بيقول لي ايه؟ معلش ركز، السؤال ده برضو بيتحل في وقت طويل وانا هحله في ثانيه. هو بيقول لي عندي تو وايرز Y و Z، الاثنين بيتحركوا ناحيه الويست ونيس، فالواي والزد بيتحركوا ناحيه الويست كده، يعني الاثنين بيتشدوا ناحيه الاكس. طبعا المفروض الاكس هيتشد ناحيته، ماشي. الواي بيتحرك بقوه 2 اف والزد بيتحرك بقوه اف. طب بالعقل، هو مش الاكس بيشد الاثنين دول؟ الاثنين مع بعض ده بيتزق ب 2 اف وده بيتزق ب اف، يبقى الاثنين مع بعض 3 اف، يبقى الاكس نفسه بيتزق ناحيتهم ب 3 اف. ما هو المفروض ان الاتراكشن متبادل، الاثنين او الثلاثه بينجذبوا ناحيه بعض. فلو الاثنين دول انجذبوا ناحيه ده، يبقى الفورس اللي بتزق الاثنين دول قد الفورس اللي بتزق ده. فلو الاثنين دول بيتشدوا بقوه 3 اف، يبقى ده بيتشد بقوه 3 اف. طب في الدايركشن اللي هو ايه؟ اللي هو كده، اللي هو ايست، 3 اف تو ذا ايست. طيب بص لي برضو على كويشن 33 عشان برضو سؤال فيه فكره حلوه. بيقول لي ايه؟ in the figure shown، في الشكل اللي موجود قصادك، four parallel wires ماشي فيهم current، نفس الكرنت. the distance between them is equal. Then the wire C is affected by a force from rest which is. يعني هو بيقول لي بالبلدي الواير اللي اسمه سي هيتحرك ازاي؟ out of the paper ولا into the paper ولا ايه؟ طيب انا عشان اعرف اتجاه الحركه بتاعت سي محتاج اعرف ثلاث حاجات او حاجتين سوري. اتجاه بي اكسترنال بتاعت سي، واتجاه الكرنت بتاع سي، واستخدم فليمنج ليفت هاندد رول واخلص لك السؤال. فين السي؟ اهو. الكرنت اللي في سي ماشي لفوق. طب حد عارف بي توتال عند السي هتكون بكام؟ دي بقى صعبه. ليه؟ اقول لك ليه. بس اول حاجه انا هشيل السي خالص. نفس فكره الثري واير، هشيل السلك اللي هيتحرك خالص. وهطلب منك طلب، ايه الطلب يا عم ديفيد؟ والنبي يا عم الحاج قول لي الماجنتيك فيلد هنا اتجاهه ازاي؟ لبره ولا لجوه؟
وبعدين هو قال المسافات متساويه، يعني انا هسمي دي دي ودي دي ودي دي. يلا انا عندي الواير اللي اسمه ايه طالع لفوق، فلو لف كده يبقى الواير اللي اسمه ايه بيزق من هنا لبره. الواير اللي اسمه ايه بيزق لبره. والمفروض ان الماجنتيك فيلد بتاع الايه 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي اي اللي هو اي على المسافه بين الاي والبوينت دي اللي هي 2 دي. ممكن اخد ال 2 دي لوحدها بره فتبقى هاف 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على الدي لبره اوت. طيب لو جينا شفنا السلك اللي اسمه بي بيزق هنا ازاي؟ لجوه. السلك اللي اسمه بي، فلو عايز اجيب برضو الماجنتيك فيلد بتاع بي هو المفروض لجوه، ده بيساوي 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي بي اللي هي اسمها اي على المسافه بين البي والبوينت اللي هي اسمها دي، فيبقى 1 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي. طب لو عايز اشوف السلك اللي اسمه دي بيزق ازاي؟ لجوه برضو انسايد 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على المسافه برضو اللي اسمها دي، فتطلع 1 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي. طيب يبقى انا عندي واحد بيزق لبره ضعيف واثنين بيزقوا لجوه اقوياء. فلو عايز اجيب بي توتال فهقول له ايه؟ انا هعمل ده بلس ده ماينس ده، ما هو ده بيزق لجوه ده بيزق لجوه ده بيزق لبره، يبقى 1 بلس 1 1 بلس 1 ماينس هاف يطلع معاك بكام؟ 1.5 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي لجوه، ويبقى اتجاه البي هنا لجوه. هرجع بقى السلك اللي انا شلته واقول له ايه؟ خلاص يا عم الحاج انا عرفت ان اتجاه البي لجوه، اتجاه البي لجوه، فهجيب ايدي الشمال واعمل فليمنج ليفت هاند رول. هقول له اتجاه البي ازاي؟ لجوه، والف ايدي مع الكرنت اهو كده. السلك هيتحرك ازاي؟ ناحيه الشمال ليفت وورد. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ In the following figure which of the following choices lead to the decrease in the magnetic force affecting the current؟ انهي اختيار من الاختيارات دي هيخلي الماجنتيك فورس تقل؟ ماشي. هل لو زودت الاكسترنال ماجنتيك فلكس دينستي، والله انا عايز الماجنتيك فورس تقل، هي الفورس بتساوي ايه؟ لب ساين سيتا، سواء كده كده بربنديكولار، فعشان الفورس تقل لازم لا اللينس يقل، طبعا ده مش هيقل، يا الاي تقل يا البي تقل. فاول اختيار بيقول لي هل ازود البي؟ لا احنا عايزين البي تقل. طب هل اقلل الريزيستنس؟ هو انا لو قللت الريزيستنس اللي هنا ايه اللي هيحصل للكرنت؟ هيزيد. لا انا عايزه يقل. طب هل اقفل السويتش اللي اسمه كي 1؟ بالراحه. هو انت لو قفلت السويتش اللي اسمه كي 1 مش انت كده زودت طريق بارلل؟ اه. ولما بزود طريق بارلل ايه اللي بيحصل لار ايكويفالنت؟ بتقل. فاكر البارلل كان عندها صغر نفس، كل ما ازود واحد ار ايكويفالنت تقل، فايه اللي يحصل للكرنت؟ يزيد. لا انا عايز الكرنت يقل. طب هل افتح السويتش اللي اسمه كي 2؟ هو لو السويتش اللي اسمه كي 2 مقفول يبقى دي شورت سيركت متكنسله، ويبقى الكهرباء بتمشي على طول وتعدي هنا. انما لو فتحت السويتش فبالتالي دي ما بقتش شورت سيركت، فبالتالي الكهرباء هتعدي من على الريوستات. لو انت فتحت السويتش الكهرباء هتعدي من على الريوستات، فهيبقى ار ايكويفالنت هتزيد والاي هتقل، ولو الاي قلت الفورس هتقل، ويبقى دي الاجابه الصح اللي تخلي الفورس بتاعتك تقل. طيب question 35 سؤال ثعباني مهم. بيقول لي ايه؟ in the opposite figure في الشكل اللي موجود قصادك عندي 3 long straight parallel wires are carrying equal current I. if the current in the wire Z get increased to 3I ايه اللي يحصل للفورس؟ لو الزد زاد بقى 3I. طب بالراحه، انا عايز اشوف الكيس الاولى اللي هي كيس 1 اللي كان الكرنت فيها I وI وI، واحسب الفورس بالراحه، واحسب الفورس بالراحه. طبعا طالما 3 واير عشان اجيب الفورس اللي بتاثر
على واي. اول حاجه هشيل الواي خالص واحسب بي توتال، وهتبقى بي توتال بتساوي ايه؟ معلش هما الاثنين دول سيم دايركشن صح؟ يبقى هنا بلس ماينس بلس. حلو، يبقى بي توتال هنا بالماينس. هحسب بي اكس واحسب بي واي على النقطه دي واشوف مين الكبير. هجيب الاول بي اكس 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي اكس على دي اكس. الكرنت اللي ماشي في اكس اسمه اي، والمسافه بين الاكس والواي اللي بيأثر عليها دي. طيب بي زد 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي زد على دي زد. الكرنت اي، المسافه 2 دي. طبعا هطلع ال 2 دي لوحدها بره، فيبقى بي زد هاف تايمز 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي، وبي اكس 1 تايمز 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي. فلما اجي اعمل بي توتال هعمل بي اكس ماينس بي زد. في هنا 1 ماينس هاف يديني هاف تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي. دي كده بي توتال. طيب هو قال لي احنا هنغير الكرنت. الكرنت اللي ماشي هنا هنخليه 3 اي، فهجيب بي توتال الجديده. ماشي، بي توتال الجديد هحسب الاول بي اكس. هي بي اكس هتطلع هي ما اتغيرتش، اللي هي 1 تايمز 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي. اللي هيتغير بي زد لان الكرنت بقى 3 اي، فهيبقى 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي زد 3 اي على المسافه اللي هي 2 دي. هاخد 3 على 2 دي لوحدها، 3 على 2 على الاله الحاسبه تطلع 1.5. 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي. ماشي. طب لو عايز اجيب بي توتال الجديده، هو في الاول كان خلي بالك الزد هو الاكس هو اللي اقوى، انما المره دي الزد هو اللي اقوى، ده 1.5 وده 1. فهجيب بي توتال هعمل 1.5 ماينس 1 يطلع هاف تايمز 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي. الله، يعني بي توتال الجديده دي طلعت زي دي، يبقى بي توتال هتطلع هي، فالماجنتيود بتاع الفورس هيطلع هو. ما هي الفورس بتساوي لب، هي نفس ال نفس الاي ونفس البي. حلو، يبقى الماجنتيود هيطلع هو نوت تشينجد. طب الدايركشن، لا الدايركشن هيتعكس. ليه؟ لان بي توتال اتعكست. هو كان في الاول مين اللي قوي؟ الاكس، فكان في الاول الاكس بيزق لجوه اتجاه البي لجوه، انما بعدين بقى الزد هو اللي قوي وده بيزق لبره. فكده كده الدايركشن هيتعكس، وهو اصلا ما فيش صح غير الدي علشان اختار ان هي نوت تشينجد. طيب بص لي على السؤال اللي بعده. in the figure، في الرسمه اللي قصادك عندي 3 identical wires او سوري equilateral triangle. السايد بتاع كل واحد 10 سنتيمتر، يعني طول ده 10 سنتيمتر. شايل كرنت 2 امبير محطوط بيربنديكولار تو ماجنتيك فيلد 5 تسلا. هات لي الفورس. طبعا الفورس بتساوي لب ساين سيتا، ولو انت بتفهم هتكون عرفت ان هما الثلاثه بيربنديكولار على الفيلد. هي البلين نفسها بيربنديكولار على الفيلد. فهقول له الفورس بتساوي، هو عايز الفورس اللي على كل سايد، فيبقى انا هاخد السايد الواحد طوله 10 سنتيمتر اللي هو 0.1 متر. الاي 2 امبير والبي 5، يطلع الناتج بكام؟ 1 نيوتن. اخر سؤال في التشوز بيقول لي اواير اوف لينس 12 سنتيمتر شايل كرنت 20 امبير محطوط along الاكسس اوف السولينويد. يا ريس along الاكسس اوف السولينويد يعني محطوط كده، ده كده هو بارل للماجنتيك فيلد. يعني الفورس بزيرو يا ريس. بتحسب ايه؟ الفورس بزيرو، هو بارل للفيلد. ماشي، خش لي على البروبلمز. طيب اول سؤال في الايساي سهل، خش لي على بيج 75 اللي هي بعدها. هات لي كويشن رقم 4. What is the implication of each of the following؟ implication يعني نواتج. ايه الناتج اللي يحصل لو انا مشيت electric current in same direction in two parallel wires؟ عندي 2 واير ماشي فيهم الكرنت في نفس الدايركشن. هتقول لي التو parallel
وايرز هيحصل بينهم ايه؟ اتراكشن، فويل بي اتراكتد، هينجذبوا to each other، ناحيه بعض. ماشي. والفورس اوف اتراكشن اللي ما بينهم هتساوي ميو اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي دي. طب لو انا مشيت الكرنت ان اوبوزيت دايركشن في التو واير نفس الكلام، ولكن هيحصل ريبالشن، والفورس اوف ريبالشن اللي ما بينهم برضه هتساوي نفس الكلام. اقلب الصفحه، بيقول لي وات از ذا ساينتفك تيرم لو عندي 0.3 نيوتن بتاثر على ستريت واير اوف لينس 1 متر كارينج ا كارنت اوف 1 امبير. يعني هو مديني الفورس 0.3 نيوتن واللينس 1 متر والكرنت 1 امبير. طيب لما يجي لي السؤال زي ده يقول لي وات از ذا ساينتفك تيرم ويديني جيفن، شوف ايه اللي ناقص في القانون واحسبه. يعني انا معايا الاف والال والاي، ناقص لي البي، فهقول له البي بتساوي ايه؟ اف على ال في اي، يعني 0.3 على 1 في 1 يطلع 0.3 تسلا. فاقول له معنى كده، معنى هو بيقول لي وات از ذا ساينتفك تيرم، يعني ايه معنى الكلام اللي انا بقوله؟ فاقول له معنى الكلام اللي انت بتقوله ان الماجنتيك فيلد دينستي ب 0.3 تسلا. طيب بص لي على كويشن رقم 6. when امتى يكون الفولوينج فاليو بزيرو لو الفورس اكتنج اون ستريت واير بليزد ان ماجنتيك فيلد امتى تبقى بزيرو؟ اول حاجه لو الكرنت بزيرو، تاني حاجه لو الواير محطوط باراليل للفيلد. What is the factors affecting on the type of attraction the type of mutual force between the two wires؟ لما يقول لك what is the factors affecting on a type يعني هل الفورس دي attraction ولا repulsion؟ ما هو خلي بالك التايب يعني النوع، هل هو النوع attraction ولا repulsion؟ فانا بقول لك ايه الحاجات اللي تاثر وتخلي الفورس attraction ولا repulsion؟ تقول لي طبعا الدايركشن اوف current in the two wires. ما هو لو الكرنت كان في السيم دايركشن هيحصل اتراكشن، ولو الكرنت كان اوبوزيت ان دايركشن هيحصل ريبالشن. طيب خش لي على البروبلمز، واول بروبلم هحلها معاك بروبلم رقم 3. يلا بص معايا بروبلم رقم 3 بتقول لك ايه؟ A straight wire of length 30 سنتيمتر carrying an electric current اتحط الكرنت 0.4 امبير اتحط perpendicular to the direction of magnetic field acted by a force 3 times 10 power negative 4 newton. Calculate the magnetic flux density then the acting force on the wire in the same field when the angle between them is zero. إذا السؤال جزئين. أول جزء هطلع له جيفن اهو، هو طالب طلبين. أول طلب بيقول لي إيه؟ A straight wire of length 30 سنتيمتر، طبعا لازم أحول اللينس فهيبقى 0.3 متر. carrying a current 0.4 امبير، اكيد دي الاي 0.4 امبير، اتحط بيربنديكولار في ماجنتيك فيلد يبقى سيتا ب 90. في فورس اثرت عليه والفورس دي 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 نيوتن. بيقول لي احسب البي، كالكوليت ذا ماجنتيك فلكس دينستي. والله انا هقول له ان الفورس بتساوي ال في اي في بي في ساين سيتا، صح؟ طيب لو انا عايز البي بس اودي الباقي بالديفايدد ويبقى البي بس بتساوي اف على ال في اي في ساين سيتا. ويبقى البي بتساوي تعويض مباشر، الاف بكام؟ 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 نيوتن. ال في اي 0.3 في 0.4 في ساين سيتا يعني في ساين 90. تكتبها كلها حضرتك على الآلة الحاسبة يطلع معاك ان البي بتساوي 2.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تسلا. كده جبنا لحد هنا. then بعد كده بعد ما تحسب اللي هو طلبه منك find the force acting on the same wire لو كانت الانجل ب 30. يعني هو نفس الجيفن، نفس ال 0.3 متر، نفس الاي 0.4، بس المره دي قال لي سيتا مش ب 90 سيتا ب 30. اوعى تكون حمار وتقول لي الفورس هي، ما هو بيقول لك احسب الفورس الجديده لما هزه لما تبقى الانجل ب 30. لكن هيكون طبعا نفس البي اللي هي 2.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تسلا.
يلا نحسب الانجل الجديد، نحسب الفورس الجديد. هنقول له الفورس بتساوي لب ساين سيتا، يعني الفورس بتساوي ال 0.3، الاي 0.4، البي اللي احنا كنا مطلعينها 2.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز ساين 30، يطلع الناتج بكام؟ 1.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 نيوتن. ممكن اقول لكم ملحوظه برضه، يعني اقول لكم ملحوظه فور فن. حد خد باله ان الفورس هنا 1.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 طلعت نص هنا 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 4؟ طب هي ليه طالعه النص بالظبط؟ لان ساين 30 بهاف، فلما يكون الساين 30 بهاف فبالتالي الناتج اللي هيطلع نص الماكسيمم، نص اللي هو بي في اي في ال على طول. طيب هحل معاك كمان رقم 5، بيقول لي ايه؟ A straight wire of length 50 سنتيمتر ماشي is placed أو carries a current of 1 أمبير ماشي. show how can you place this wire، قول لي حط الواير ازاي. هنا الناس مش بتفهم يعني ايه احط الواير ازاي في الماجنتيك فيلد، يعني يقصد الانجل تكون بكام، الانجل تتحط ازاي علشان يكون لو الماجنتيك فيلد ب 0.2 تسلا عشان يكون الفورس ب 0.05 نيوتن. فشو how can you place the wire in the magnetic field، يعني find سيتا. ما هو انت لما تقول لي سيتا يبقى انت هتقول لي احطه ازاي. حط الواير بحيث تبقى الانجل ب 30، حط الواير بحيث تبقى الانجل ب 60. فشو how can the wire be placed، يعني قول لي احط الواير ازاي. طبعا هقول له المفروض الفورس بتساوي ال في اي في بي في ساين سيتا، هو عايز سيتا يبقى انا الاول هجيب ساين سيتا. الفورس 0.05، اللينس 50 سنتيمتر اللي هي 0.5 متر، الاي 1، البي 0.2، ساين سيتا عايزينها. يطلع ساين سيتا هتساوي معاك، طبعا هودي كل دول بالديفايدد، ف 0.05 زي ما هي كل دول بالديفايدد، 0.5 تايمز 1 تايمز 0.2 تطلع ساين سيتا معاك بهاف. طيب لو ساين سيتا بهاف وانا عايز سيتا نفسها اجيبها ازاي؟ ما هي لو ساين سيتا بهاف وانا عايز سيتا هسأل الآلة الحاسبة، هقول للآلة الحاسبة ايه الانجل اللي الساين بتاعها بهاف اللي هو الشيفت ساين هاف، فالآلة الحاسبة تقول لي يا دكتور سيتا هتطلع ب 30، ويبقى سيتا معاك محترم ب 30 ماشي. بص لي على كويشن رقم 8، رغم ان انا ما احبش احله لان السؤال ده انا شرحته في الحصه بالتفصيل الصراحه، بس برضو عشان حبايبي ولادي ما يتلخبطوش فيه فخلينا نحله مع بعض. كويشن رقم 8 بيقول لي ايه؟ find the force of each segment in the wire. بالراحه، انا عندي ماجنتيك فيلد اهو، والواير اهو ماشي فيه 5 امبير ومحطوط في ماجنتيك فيلد 0.15 تسلا، وهو عايزني اجيب الفورس اللي بتاثر على كل بارت الاي بي والدي اي. ايش طبعا لو انت واد لماح تبقى فاهم ان الاي بي سوري والبي سي والسي دي والدي اي، لو انت واد لماح هتبقى فاهم ان البي دي او الاي بي سوري والدي اي دول كده باراليل للماجنتيك فيلد، فبالتالي يطلع ناتج فيهم بزيرو، يعني الاي بي والدي اي هيطلع ناتج فيهم بزيرو. طب لو عايز اجيب الفورس اللي بتاثر على البي سي، ال في اي في بي في ساين سيتا، بس انا عايز لينس البي سي في اي البي سي في بي اكسترنال. يلا لينس البي سي اهو 16 سم، احولها طبعا تبقى 0.16 متر، الاي 5 امبير، البي 0.15 في ساين الانجل اللي ما بين البي سي والكرنت ده بيربنديكولار يا ولاد. تكتبها كلها على الآلة الحاسبة يطلع الناتج approximately equal 0.12 نيوتن. طب لو عايز الفورس اللي على السي دي، طبعا انت ممكن تقول لي لب ساين سيت، اللينس بتاع السي دي 19.5 سنتيمتر هحولها للمتر، الاي هي البي هي في ساين الانجل اللي ما بين الواير والفيلد اللي هي فين بقى؟ اللي هي الانجل دي ما بين الواير والفيلد، انا عايز اللي ما بين السي دي والفيلد اللي هي الانجل الحمراء دي.
طب دي اجيبها ازاي؟ ما حبيبي بص، هي دي كلها 90 اهي، فلو دي 35 يبقى دي بقيه ال 90 اللي هي كام يعني؟ 55. 90 ماينس 35 55، يبقى في ساين 55 يطلع الناتج معاك 0.12 نيوتن ابروكسيميشن. واللي فيكم بيفهم عارف اصلا ان ده هيطلع زي ده انا شرحتها في الحصه بالتفصيل، ان الفورس هنا هتكون قد الفورس هنا بالظبط. طيب بص لي على السؤال اللي بعده، ولا لا؟ ما انا حاسس ده سهل ممكن تحلوه لوحدكم. بص لي على 10. question رقم 10 بيقول لي the opposite graph represent the relation between the force which acting on a straight wire and a uniform magnetic field. يبقى دي علاقة ما بين الفورس اللي بتأثر على ستريت واير موجود في magnetic field and the current intensity. يبقى دي علاقة ما بين الفورس والcurrent intensity. If the length of the wire is 6 متر، ماشي، length 6 متر، then the magnetic flux density. طبعا انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض انا بشرب شاي كده جد بقى، بص كده جاب شاي بلبن كده شغل كبار. المفروض اخد اي بوينت تعجبني واخد الفورس اللي قصادها 1.8 نيوتن والاي اللي قصادها 3 امبير واستخدمهم كجيفن، فيبقى الفورس 1.8 نيوتن والاي 3 امبير والال هو قال لي كام؟ 6 متر وعايز البي. اوكي، هقول له المفروض الفورس بتساوي ال في اي في بي، يبقى انا لو عايز البي اف على ال في اي. الاف 1.8، ال في اي يعني 6 في 3، تطلع معاك بكام؟ 0.1 تسلا. المفروض تطلع معاك الفورس يا دكتوره محترم ب 0.1 تسلا. بص لي على الجراف اللي بعده لانه في حته برضه عايز الفت نظرك ليها. الجراف اللي بعده بيقول لي ايه؟ طيب question رقم 11 بيقول لي the opposite figure represent the relation between the mutual force per unit length. يعني دي كده فورس على اللينس، بس هتعملها طبعا تايمز 10 باور نيجاتيف 5، بس دي فورس على اللينس، ماشي. and 1 على دي، ماشي. if the current intensity that pass through the two wires have the same value, what is the current intensity that pass through the two wires؟ معلومات كتير قوي قالها لنا. اول حاجه قال لي فورس على ال، طبعا انا هاخد هنا بوينت واوصلها، فتبقى الفورس على اللينس بتساوي 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 زي ما هو قال، نيوتن على متر. هو قال اعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 5 واوصلها كده، تطلع معايا دي ب 1 على 60 لان هو قال لي خد 1 على الرقم، ماشي. هو بقى عايز ايه؟ هو طالب مني يا دكتور ان انا اجيب الكرنت بكام، وقال لي ان اي 1 قد اي 2. طبعا طالما الاي 1 قد اي 2 انا هسمي الاثنين باي واريح نفسي، واقول له الفورس بتساوي ميو اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي دي. يعني الفورس بتساوي ميو اي 1 في اي 2 هم ايكوال اي في اي، اي سكوير في ال على 2 باي دي. طب لو انا عايز الاي سكوير لوحدها، الاي سكوير لوحدها بتساوي ايه؟ كده كده في الناحيه الثانيه فورس، في عندي 2 باي دي هنا بالديفايدد تروح الناحيه الثانيه بالتايمز، يبقى تايمز 2 باي دي. في ميو ال هنا يروحوا الناحيه الثانيه كده، ميو فاهم. ركز معايا الله يرضى عليك. ويبقى الاي سكوير بتساوي، معلش ركز، 2 باي، احنا قلنا الدي 1 على 60، دي 1 على 60، وفي تحت ميو اللي هي 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. اف على ال بقى، انا هعرف ان الاف على ال على بعض ب 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 5، فهشيل الاف على ال دي مع بعض واكتب مكانها ايه؟ 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 5، ويبقى الاي سكوير بتساوي 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 في 2 باي في 1 على 60 على 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. تطلع الاي سكوير معاك على الآلة الحاسبة
ب 0.05. طبعا انت عايز الاي بس هتعمل روت فتطلع 0.225 امبير، ويبقى الاي الواحده ب 223 امبير. ماشي. بص لي على كويتشن رقم 13. كويتشن رقم 13 بيقول لك a straight wire of length 0.5 متر، اللينس بتاع الواير 0.5 متر، carrying a current of 20 ampere، الاي 20 ampere، rotate in a uniform magnetic field of density B. The following graph illustrates the relation ما بين الفورس وساين سيت. ماشي. طالب مني اقول له لو كان الفورس بيربنديكولار على لو كان الواير بيربنديكولار على الفيلد الفورس هتبقى بكام؟ طيب بالعقل، هو انا عشان الواير يكون بيربنديكولار على الفيلد مش الفورس هتساوي ال في اي في بي في ساين 90 اللي هو ب 1؟ طيب يبقى انا عشان اجيبه محتاج ال معايا، محتاج الاي معايا، محتاج البي مش معايا. طيب هل في اوبشن تاني ان انا احل بيه السؤال ده في خطوه واحده؟ في اوبشن ان انا احل السؤال ده في خطوه واحده من غير ما اعمل اللي انا هعمله دلوقتي. انت دلوقتي يا دكتور لو كانت سيتا ب 90 ساين ال 90 بكام؟ ب 1، يبقى امسك الجراف، هو ساين ال 90 لو كان ب 1 تطلع الفورس بكام على طول؟ 10 نيوتن بس خلاص. طب الطريقه الثانيه ايه؟ ان انا اخد بوينت ثانيه، البوينت دي مثلا ساين سيتا فيها بهاف والفورس ب 4، واقول له يبقى ساين سيتا، بهاف والفورس ب 4، واحسب البي اللي كانت واقفه معايا، اقول له ادي الفورس بتساوي ال في اي في بي في ساين سيتا، يعني البي بتساوي اف على ال في اي في ساين سيتا. احنا قلنا الفورس هنخليها بكام؟ 4 على 20 فهاف واحسب البي يطلع 4 على 5. بعدين اعوض بالبي هنا، اللينس هاف الاي 20 في 4 على 5 يطلع الناتج بتاعي، فيطلع معاك الناتج صح. بس في اوبشن احلى اللي انا عملته في الاول، يعني ينجز لك السؤال. طيب كويشن رقم 14 بيقول لي a straight wire of length 1 متر، اللينس 1 متر and weight 0.4 نيوتن، هو حاسب الويت جاهز مش بيديني الماس والجرافيتي وانا اجيب الويت. is suspended with two spring placed perpendicular on a magnetic field of 0.5 تسلا. ماشي. طبعا طالما قال لي suspended خلاص انا فهمت انا هعمل ايه. to vanish the tension on the two string، يعني ايه؟ علشان ما يبقاش السلك محمل على الاثنين دول، يبقى طاير في الهواء لوحده. to vanish يعني اخفي التنشن، الشده اللي على التو سبرينج، يعني ما بقاش بشدهم، ما بقاش محمل عليهم. لازم الواير يبقى بكام واتجاهه ايه؟ ماشي. طبعا طالما قال لي سسبندد انا عارف ان انا هستخدم القانون اللي بيقول ان الويت بيساوي الماجنتيك فورس. الويت اوريدي معايا جاهز 0.4 والماجنتيك فورس بي في اي في ال، فيبقى 0.4 بتساوي البي هاف الاي عايزينها ال 1. هودي الهاف بالديفايدد تطلع الاي معاك 0.8 امبير. طب انا عايز اجيب اتجاه الاي، ركز بقى الله يرضى عليك عشان دي عكس العادي. هو المفروض ان الفورس تكون لفوق صح؟ يبقى الفورس لفوق والبي داخله لجوه صح؟ ماشي. يبقى انا المره دي هعمل ايه؟ هحط البي لجوه والفورس لفوق واشوف الكرنت المفروض يبقى عامل ازاي. ايدي الشمال اهي، البي لجوه اهو والفورس لفوق، بص الفورس لفوق اهي صح؟ يعني مش كده، لا انا عايز الف لحد ما تبقى الفورس لفوق كده. الكرنت اهو مشاور ازاي؟ مشاور كده من الاي للبي، ويبقى الكرنت المفروض يكون الدايركشن بتاعه من الايه للبي. طيب شوف لي السؤال اللي بعده برضو علشان تقيل. كويشن رقم 15 بيقول لي ايه؟ لا ده سهل، 15 سهل، حلو انت اقلب الصفحه. 15 و16 سهل. بص لي على كويشن رقم 18. كويشن رقم 18 بيقول لي ايه؟ A wire with a weight per unit length 0.08 نيوتن per meter. طبعا قلنا بير يونت لينس يعني لينس 1 متر
والويت بتاع الواير 0.08 نيوتن. ماشي. is suspended directly above a second wire. ماشي. are free to move in a vertical direction. ماشي. the top wires carrying a current 30 امبير while the below carrying a current I بتاعت التاني 60 امبير. find the distance between them so that the top wire will be held in its place by magnetic force. طيب اشرح لك فكرة السؤال. هو بيقول لي ايه في السؤال؟ بيقول لي انا عندي 2 وايرز والاتنين محطوطين فوق بعض. عندي 2 وايرز محطوطين فوق بعض، واحد اهو ده كبير قوي، واحد اهو، واحد اهو. ايش ليه عملتهم العكس؟ هقول كمان شويه. بيقول لي ان الواير اللي فوق الويت بتاعه 0.08 نيوتن، يعني الواير ده الويت اللي بيزقه لتحت 0.08 نيوتن، صح؟ ماشي. والكرنت اللي فيه 30 امبير، والكرنت اللي في تحت 60 امبير. وخلي بالك هم فوق بعض كده. اللي تحت ده متثبت، انا هثبت اللي تحت بمسمارين اهو، واللي فوق بيتحرك. هو قال لي اللي فوق كان موف فريلي. ماشي. محطوطين في ماجنتيك فيلد بكام؟ لا مفيش ماجنتيك فيلد. هو بيقول لي فايند الديستانس اللي ما بينهم عشان الواير يفضل متشعلق. هنا انا هشرح لك الفكره. هو مش المفروض لو التو وايرز دول كاري ا كارنت اوبوزيت ان دايركشن يحصل بينهم ريبالشن؟ قال لي اه. يحصل بينهم ريبالشن يعني الواير اللي اسمه 1 ده والواير اللي اسمه 2، 1 هيتزق لفوق. قال لي اه. انا عايز اركز على 1. ليه بقى؟ لان هو بيقول لي انا عايز 1 يفضل متشعلق. طب ما هو عشان 1 يفضل متشعلق طبعا اللي بيزقه فوق المره دي الميوتشوال فورس، لان هو يحصل ريبالشن، فده بيتزق لفوق وده بيتزق لتحت، بس ده متثبت فكده ده مش هيعرف يتحرك، ده يتزق لفوق بس. فانا عايز اشوف الفورس المفروض تبقى بكام عشان ده يفضل متشعلق. حلو. بس المره دي اللي هيزقه لفوق مش الماجنتيك فورس، الميوتشوال فورس. فهتبقى الميوتشوال فورس يا ولاد بتساوي الويت. الميوتشوال فورس دي اللي هي ايه؟ ميو اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي دي، بتساوي الويت اللي هو مديهوني بكام؟ 0.08. هو بقى عايز يعرف الدي، المسافه ما بينهم هتكون بكام؟ الميو 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. اي 1 في اي 2 يعني 30 في 60 في ال اللي هي ب 1 على 2 باي دي بتساوي 0.08. طبعا هجيب الاله الحاسبه واحسب دي كده من غير الدي. اجيب الاله الحاسبه بتاعتي اهو واحسب 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 تايمز 30 في 60 على 2 باي، يطلع ناتج 0.00036 على مين؟ على الدي اللي تحت زي ما هي بتساوي 0.08 على 1. هعمل كروس مالتيبليكيشن، ده في ده ديفايدد ده. تطلع ان ال 8 دي على الاله الحاسبه 4.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 متر. حلو قوي السؤال، عاجبني، حلو قوي. يعني الفكره ان احنا نقدر نزق الواير لفوق بالميوتشوال فورس المره دي مش بالماجنتيك فورس. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي 2 parallel straight wire. عندي 2 parallel straight wires. The distance between them is 2 meter carry current I1 and I2. ماشي. In the same direction بس I2 أكبر من I1 if the magnetic flux density at point in the midway is 10 power negative 5 تسلا. طيب أنا واقف هنا. هو أنا عندي 2 wires يا جماعة. carry current in same direction. أدي واير وأدي واير. مسافة ما بينهم بكام يا ريس؟ 2 متر. ادي I1 وادي I2. وقال لي ان بي توتال هنا في الميدوي، في الميدوي يعني دي متر ودي متر. قال لي بي توتال بكام يا ريس؟ 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. طيب اولا دول سيم دايركشن، يعني الناتج هنا بلس هنا ماينس هنا بلس، صح؟
طب لما اجي اعمل ماينس هعمل مين ماينس مين؟ هعمل بي 2 ماينس بي 1 لان بي 2 هي الكبيره لان اي 2 هي الكبيره. حلو قوي. ادي بي 2 ماينس بي 1 بتساوي 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. بي 2 دي اللي هي 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي 2 على دي 2 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي 1 على دي 1 بتساوي 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. طبعا دي 1 ودي 2 الاثنين ب 1، فهاخد 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 هاي كومون فاكتور. مين اللي يتبقى؟ اي 2 على دي 2 اللي هي ب 1 مش هكتبها، دي ب 1 مش هكتبها، هكتب اي 2 على طول ماينس اي 1 بتساوي 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. هودي دي الناحيه الثانيه بالديفايدد، ماشي، فيطلع اي 2 ماينس اي 1 بتساوي، اعملها بالديفايدد 10 باور نيجاتيف 5 على 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7، تطلع اي 2 ماينس اي 1 ب 50. ودي ده بالبلس يبقى اي 2 بتساوي 50 بلس اي 1. هكمل السؤال، انا بس طلعت علاقه من الاول. قال لي لو كان الميوتشوال فورس ما بينهم 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 نيوتن، هات لي الاي 2 والاي 1. طب هي الميوتشوال فورس دي بتساوي ايه؟ ميو اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي دي. حلو قوي. هي الفورس هو مديهاني 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. حلو قوي. بتساوي 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي 1 في اي 2. ال ب 1 مش هكتبها، على 2 باي دي يعني 2 باي المسافه ما بينهم 2. هحسب دول على الآلة الحاسبة واوديهم بالديفايدد، يطلع اي 1 في اي 2 بيساوي 2400. بص هعمل ايه يا محترم؟ هشيل اي 2 واكتب 50 بلس اي 1، يعني اي 1 زي ما هي، هشيل اي 2 واكتب 50 بلس اي 1 اهي بيساوي 2400. وبعدين هعمل مالتيبليكيشن اي 1 تايمز اي 1 اي 1 سكوير بلس اي 1 تايمز 50 50 اي 1 ماينس 2400 ايكوال 0. دي سكند ديجري ايكويشن على الآلة الحاسبة على طول. تكتب السكند ديجري ايكويشن على الآلة الحاسبة يطلع معاك ان الاي 1 ب 30 امبير. طبعا لو جبت الاي 1 ب 30 امبير ارجع اعوض بيها هنا. الاي 2 50 بلس 30 تطلع الاي 2 50 بلس 30 80 امبير، ويبقى السؤال خلص. السؤال صعب وحلو وفي حته ماس يعني عسليه كده. طيب شوف لي كويتشن رقم 21. كويتشن رقم 21 بيقول لي the distance between two parallel straight wire is 10 cm. One of them carries a current of 2 ampere, the other carries a current of 3 ampere in the same direction. Find the position of neutral point. وقف هنا. عندي 2 ماشيين اهو. المسافة ما بينهم 10 سم اللي هي 0.1 متر. واحد شايل 2 امبير، واحد شايل 3 امبير، عايز النيوترال بوينت. طبعا سيم دايركشن يبقى هنا بلس هنا ماينس هنا بلس. النيوترال بوينت هتكون في الاريا بتاعت الماينس. هل في النص بالظبط؟ لا، ناحية الضعيف. ويبقى ده دي 1 وده دي 2. هسمي دي 1 اكس ويبقى دي 2 عبارة عن 0.1 ماينس اكس. واستعمل الجنرال لو اللي بيقول اي 1 على دي 1 بتساوي اي 2 على دي 2. اي 1 ب 2 ودي 1 سميناها اكس. اي 2 ب 3 على 0.1 ماينس اكس. كروس مالتيبليكيشن 3 اكس بتساوي 2 تايمز 0.1 0.2 ماينس 2 تايمز اكس 2 اكس. هجيب دي بالبلس يبقى 5 اكس بتساوي 0.2. هودي ال 5 بالديفايدد تطلع الاكس بتساوي 0.04 متر. ويبقى الاكس 0.04 متر. طب عايز اجيب دي 2 0.1 ماينس 0. انا كاتبها لك هنا ماينس 0.04 يبقى دي 2 0.06. حلو. الجزء الثاني من السؤال بيقول لي a third wire of length 10 سنتيمتر carrying a current 5 ampere is placed in the previous point. ماشي، بس الكرنت في واحد فيهم is reversed. ماشي، فانا هعكس الكرنت في اي واحد. يعني هعكس الكرنت هنا مثلا اللي هو في الاولاني اللي هو 2 امبير، بدل ما هو طالع لفوق هخليه نازل لتحت. وادي ده اهو
2 امبير 3 امبير. وادي التالت هضيفه هنا، شايل 5 امبير واللينس بتاعه 10 سنتيمتر اللي هو 0.1 متر. هو عايز يعرف الفورس اللي هتزقه بكام. طبعا هجيب بي توتال بطريقه الثري واير طالما عندي او هجيب الفورس بطريقه الثري واير اللي هي الاول هجيب بي توتال. اول حاجه هشيل الواير اللي هيتحرك ده اكنه مش موجود، اعتبره مش موجود، وهحسب بي توتال مكانه. عندي 2 وايرز opposite in direction، يبقى هنا ماينس هنا بلس هنا ماينس. يبقى في المكان ده انا عشان اجيب بي توتال هعمل بلس، هعمل بي 1 بلس بي 2 اللي هي 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي 1 على دي 1 بلس اي 2 على دي 2. 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي 1 بكام؟ 2 امبير ودي 1 0.04 بلس اي 2 بكام؟ 3 امبير واي 2 ودي 2 0.06. يلا اكتبها على الآلة الحاسبة كده وطلع بي توتال. اكتبها انا على الآلة الحاسبة بتاعتي. تطلع 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 تسلا. كده بقى اجيب الفورس اللي بتزق الواير التالت اللي هي لينس التالت في اي التالت في بي توتال اللي جبناها. لينس الواير التالت 0.1 وهنا الكرنت 5، يبقى 0.1 في 5 في 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 يطلع الناتج 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 نيوتن. 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 نيوتن. يلا اقلب هات لي كويشن 25. سؤال حلو قوي. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي 3 لونج وايرز، عندي الثلاث اسلاك 1 و 2 as 3 are hanged vertically متعلقين بالطول. The distance between 1 and 2 is 20 سنتيمتر وهو مديني الرسمه. On the left wire 1 carries a current upward of 1.5 امبير اهي. ماشي. Wire 2 carry a current 4 امبير. Wire 3 is located such that when wire 3 is located each wire experience no net force. يعني ايه؟ يعني انا هحط واير 3 في مكان ما فيصبح الثلاثه واير مفيش حاجه بتزقهم، مفيش فورس. طب ازاي الثلاثه يبقى مفيش فورس بتزقهم؟ معنى كده ان الثلاثه واير هو مش كل واير بيتاثر بالمagnetic فيلد بتاع الاثنين التانيين؟ معنى كده ان الثلاثه واير محطوطين في النيوترال بوينت بتاعت بعض. مش فاهم اي حاجه، افهمك. انا هحط الواير الثالث اهو. هو مش الواير ده 1 و 2 بيأثروا عليه؟ هتكون دي مكان الثالث النيوترال بوينت بتاعت 1 و 2. طب واير 1 ده هيكون مكانه النيوترال بوينت بتاعت مش 2 بتاعت 2 و 3 بقى. طب واير 2 هيكون مكانه النيوترال بوينت بتاعت 3 1. فبالتالي دي نيوترال بوينت بتاعت الاثنين التانيين، دي نيوترال بوينت بتاعت الاثنين التانيين، دي نيوترال بوينت بتاعت الاثنين التانيين، فيصبح الناتج ان الثلاثه وايرز ما بيتاثروش. طيب فتعالى بقى نشوف احنا هنحل السؤال ازاي. يبقى اول حاجه انا محتاج احدد النيوترال بوينت بتاعت 1 و 2 فين عشان احط فيها الواير الثالث. ده اول حاجه محتاج اعملها. محتاج احدد النيوترال بوينت بتاعت 1 و 2 فين. طيب هما اوبوزيت ان دايركشن، ده 1.5 ده 4. اوبوزيت ان دايركشن يعني هنا ماينس هنا بلس هنا ماينس. طبعا النيوترال بوينت هتكون جنب الواير الضعيف، ده 4 امبير ده 1.5 امبير، يبقى النيوترال بوينت هتكون هنا. والمسافه دي هسميها دي 1 والمسافه دي هسميها دي 2 اللي هي 0.2 بلس دي 1. ويبقى القانون بيقول ايه؟ اي 1 على دي 1 بيساوي اي 2 على دي 2. اي 1 1.5 على دي 1 بيساوي اي 2 4 على 0.2 بلس دي 1. 4 تايمز دي 1 4 دي 1 بتساوي 1.5 تايمز 0.2 تطلع بكام؟ استنى 0.3
1.5 تايمز دي 1 1.5 دي 1. طبعا هجيب 1.5 دي 1 بالماينس 4 ماينس 1.5 2.5 دي 1 بتساوي 0.3 ودي 2.5 بالديفايدد تطلع الدي 1 0.12 سنتيمتر. يبقى الواير الثالث هيتحط هنا اهو كده، هو محطوط في النيوترال بوينت والمسافه دي 0.12 سنتيمتر، يبقى هو سوري 0.12 متر، انا اسف. يبقى هو هيتحط 0.12 متر تو ذا ليفت اوف واير 1. طيب انا بقى عايز اعرف الكرنت فيه هيمشي ازاي وبكام. فانا برضو همشي نفس اللي عملته، هعتبر ان دي نيوترال بوينت بالنسبه لده وده، بالنسبه ل 3 و2. طيب عشان تي تبقى نيوترال بوينت، هنا الكرنت نازل لتحت، هنا الكرنت يبقى ماشي ازاي عشان تكون النيوترال بوينت ما بينهم لتحت برضو. ليه؟ عشان يبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، فيبقى الاريا دي اريا النيجاتيف. طب عايز اعرف الكرنت هنا بكام؟ حاضر، هي مش دي نيوترال بوينت؟ ماشي، هسمي المسافه دي 3، وهسمي المسافه دي 2 اللي هي ب 20 سنتيمتر او 0.2 متر. ويبقى القانون بيقول اي 3 على دي 3 هتساوي اي 2 على دي 2. اي 3 ما اعرفهاش، عايزها. دي 3 قلنا 0.12، اي 2 4 ودي 2 0.2، ده في ده ديفايدد ده تطلع اي 3 2.4 امبير. ويبقى الكرنت هنا المفروض يكون 2.4 امبير والمفروض يكون اتجاهه لتحت. اخر سؤال. عندي واير اسمه اي بي شايل كرنت 24 امبير باسز ان ات in a rectangular coil shown in the figure if the current 10 امبير، والريكتانجولار كويل ده current 10 امبير. If the wire and the coil are on one plane calculate the value and the direction of the resultant force. بالراحه. بص معايا الرسمه. الواير ده متثبت وعايزين نعرف الكويل ده يتحرك ازاي. هيروح يمين ولا هيجي شمال؟ طب بالراحه. الكويل ده فيه سلكين، سلك طالع لفوق وسلك نازل لتحت، والمفروض ان ده هيأثر على الاتنين. ركز، هو مش ده وده يعدوا نفس الدايركشن؟ قال لي اه. يبقى هيحصل بينهم وبين بعض اتراكشن، يعني ده هيزق كده وهسمي دي اف 1. تخيل ان ده مش موجود خالص واحسب لي الاف 1 عادي اللي هي الميوتشوال فورس عادي. هجيب الميوتشوال فورس في الاول اللي هي ميو اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي دي 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. اي 1 في اي 2 كرنت اللي هنا بكام؟ 24 امبير. كرنت اللي هنا بكام؟ 10 امبير. اللينس هاخد اللينس القصير 4 سنتيمتر، سوري ما هي دي 20 يبقى دي 20 ماشي، 20 سنتيمتر اللي هي 0.2 على 2 باي دي، المسافه ما بينهم اهي 4 سنتيمتر اللي هي 0.04 متر. اكتبها على الآلة الحاسبة تطلع الفورس بكام؟ 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، وطبعا دي فورس اتراكشن. حلو، يبقى الجزء ده بيتشد. ماشي، تجاهل بقى الجزء ده خالص وركز في ده. هو مش ده نازل لتحت؟ قال لي اه. والكرنت هنا طالع لفوق؟ قال لي اه. تجاهل، تخيل ان الحته دي مش موجوده اصلا. دول اوبوزيت ان دايركشن، يبقى يحصل بينهم اتراكشن ولا ريبالشن؟ ليبرشن، يبقى ده بيتزق كده. طب عايز اجيب الفورس اللي بتزق ده كده، حاضر اجيبها عادي. ميو اي 1 في اي 2 في ال على 2 باي دي 4 باي تايمز 10 باور نيجاتيف 7. اي 1 في اي 2 الكرنت هنا 24 والكرنت هنا 10، ما هو قال لي الكويل كله 10 تايمز هاخد اللينس ده 0.2 على 2 باي دي، عايز المسافه ما بينهم. الحته دي 4 سنتيمتر والحته دي 10، يبقى المسافه 14 اللي هي 0.14 متر. يطلع على الآلة الحاسبة الفورس بتساوي ايه؟ 6.86 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 نيوتن، وطبعا ريبالشن. طب انا عايزك بقى تبص على الكويل المحترم ده. الحته دي بتتشد كده
بقوة 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 نيوتن، والحتة دي بتتزق كده بقوة 6.86 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 نيوتن. لو عايز اجيب الناتج دول سيم دايركشن ولا اوبوزيت؟ اوبوزيت. يعني هعمل بلس ولا ماينس؟ ماينس. مين ماينس مين؟ الكبير ماينس الصغير. اكيد تايمز 10 باور نيجاتيف 4 دي اكبر من تايمز 10 باور نيجاتيف 5. هعمل دي ماينس دي، ودي اللي هتكسب، يعني هيحصل اتراكشن، يعني هيتحرك كده ناحيه الليفت. واقول له التوتال فورس بتساوي فورس 1 ماينس فورس 2، اللي هي 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 ماينس 6.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 5، يطلع الناتج 1.714 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 نيوتن، وهيتحرك كده. دي كده اسئله الواجب الصعبه. اتمنى ان انتوا بقى خلاص بعد الفيديو ده تحلوا الواجب كله لوحدكم، ما تشوفوش الباقي في الفيديوهات الا لو في حاجه واقفه قصادك. واشوفكم على خير في الفيديو بتاع الواجب كله. سلام.